مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك في الدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من ورا الميكروفون. ضيفي بالاستوديو الدكتور أحمد عيسى، اختصاصي بالأمراض الداخلية والأمراض الهضمية. اسمحوا لي رحب بضيفنا ولحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة لهالبرنامج الحلو. شكرا لك دكتور. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا، فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. عبر أي كومنت أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. أيضا فيكم تتصلوا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4. من الأمراض الشائعة عند العيادات ومراجعي عيادات الهضمية، عيادات الهضمية هن القرحة الهضمية أو اليوم بين قوسين قرحة المعدة. للعديد من الأسئلة والمحاور رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور أحمد. بالبداية دكتور، كتعريف هلا في العامية عامة الناس يقولوا معي قرحة، زرنا الدكتور وقال لي إنه أنت مع قرحة معدية، أو يا ترى كتعريف كما تخلى موضوعنا. هلا بداية كموضوع تعريف القرحة هو التعريف تنظيري بشكل عام، يعني هو إنه الدكتور بيشوف بالتنظير قرحة لحد ما يشخص القرحة. هي تفرق باتصال المخاطية بشكل عام، وإذا ذكرنا القرحة المعدية تفرق باتصال المخاطية المعدية. القطر بيكون أكثر من 5 ملي والعمق بيتجاوز المخاطية، فهو جرح بالمخاطية يعني. إيه تماما. وإذا خف هالشي يعني كان بدرجة أقل نسميها سحجة إذا أقل من 5 ملي. تماما، هو تفرق مخاطية يعني. تماما، هاي كتعريف علمي دكتور. تعريف علمي. الأعراض اللي عم يعني تنتاب مريض القرحة المعدية أو الهضمية، هلا كتعريف علمي ذكرناها تعريف تنظيري، بس المريض هو بيعاني من اعراض، يعني سريريا بيجيب اعراض قرحه معديه لحتى ما يتشخص بالتنظير، فهو توجه سريري وتاكيد بالتنظير يعني. تماما. يعني هلا اللي عم يسمعونا حابين انه مستمعينا يستفيدوا من هاللقاء هذا، باعتبار الدنيا صيام، واكيد في محور مهم. يعني الدكتور مجهز معلومات كتير حلوه للمرضى اللي عم يصوموا وعم يصير معهم هيك مشاكل هضميه. دكتور اللي بيسمعنا هلا بيخطر على باله انه والله دكتور في حرقه بفوهه المعده او بمنطقه الشرسوف او او براس المعده او براس المعده يعني بالعاميه. هي يعني هلا هذا هو الانذار. تمام. كاعراض رئيسيه للداء القرحي الهضمي البي دي وبالمعده بشكل خاص ذكرنا الاعراض الاساسيه ممكن بيجي بألم شرسوفي. الم شرسوفي يكون حارق، طبعا هي نوبات. النوبه بتستمر من نص ساعه ل3 ساعات او احيانا اكثر من هيك. تمام. نوبات تجي للمريض الالم الشرسوفي الحارق، وبيجي مع اعراض عسر هضم مثل الاقياءات. ممكن تجي باعراض عسر هضم لحالها بدون الم شرسوفي حاد، مثل مثلا ثقل براس المعده، شبع مبكر، تجشؤات، نفخه براس المعده. هالاعراض كلها مركبات عسره الهضم، ممكن تكون اعراض للقرحه المعديه. تماما. طب لو حكينا عن الاسباب دكتور، انه العوامل المسببه لهالحاله هاي. هلا قبل ما نحكي عن الاسباب، ذكرنا القرحه الهضميه، في قرحه عفجيه كمان بدنا نحكي عنها. هو مفرقات، هو بالتنظير الواحد يفرق بيناتهم اكثر شيء، ولكن سريريا كمان قبل التنظير هي القرحه المعديه هي اكثر شيء بتجي بعد تناول الطعام بالعادي. تمام. باعتبار افراز الحمض بيخرش القرحه، قاع القرحه، فتاتي الاعراض على الطعام. يعني القرحه العفجيه بالعكس، فهو المرتبط مع الصيام هالفتره. في حال اعراض حرط عند شخص ما شاكك بالقرحه نتوجه اكثر للعفجيه، باعتبار هي على الجوع بتجي. تماما. القرحه لحجمات بتكون المعده فاضيه يعني. المعده فاضيه تمام. فممكن تتحرد يعني. تماما. الأذية بالمعدة. طيب الأسباب اللي بتؤدي لهالشيء هذا للأصحاء خارج رمضان، يعني إذا بدنا نحكي عنها، شو هن الأسباب وعوامل الخطورة اللي ممكن شو تؤدي؟ من شوي ذكرت إنه المعدة عم تنجرح، إذا ممكن تأزمت الحالة أو المريض أهمل حاله أو ما تشخص، ممكن لشو يؤدي؟ هلا كمسببات، نعم، في عنا بالمعدة وبجهاز هضمي بشكل عام في عنا عوامل حامية للمعدة، وفي مثل المخاط، البيكربونات، التربية المعدية السليمة. وفي عنا عوامل هجومية مثل الحمض الموجود بالمعدة بشكل طبيعي يعني، والبيبسين. فإذا صار اختلال بالتوازن بين العوامل الهجومية والدفاعية بيصير عنا قرحة. طبعا أهم المسببات عنا الجرثومة الملوية البوابية. نعم. نحن اصطلاحا تجاوزا نسميها جرثومة المعدة. صح. هي بتصير بالمعدة وبالعفج أماكن تانية كمان يعني. تماما. أغلبية الأسباب من 70 ل 90% جرثومة المعدة. وبعدين تأتي الأسباب الثانية، هي على رأسها الاستيرويدات، مضادات الالتهاب لا استيرويدية عفوا. صح. مثل الديكلون، البروفين، الأخذ العشوائي له. وفي أسباب تانية يعني مثل أدوية تانية، المخدرات، أدوية بتقبض الأوعية مثل فيتامين، كوكايين، مخدرات. وفي أسباب نادرة كمان
مثل يعني اسباب نادره مثل السل، داكرون، قرحات الشدي، هدول هي مترافقة مع مع المرضى اللي عندهم استلقاء مثلا ما في حركه، صح. ممكن تصير عندنا قرحات شدي وغيرها من الاسباب النادره يعني القليله. تماما. دكتور، النظام الغذائي لبعض الناس مثلا اللي فرضنا مثلا بياكلوا المخللات، الامور التوابل، الاكلات الحادة، هاي شو لها دور؟ هلا هي بحد ذاتها ما تعمل قرحه، هي بحد ذاتها، بس اللي عنده داء قرحي أيوة. ممكن يعمل تخريش للقرحه. تمام. باعتبار ممكن يكون عندنا داء قرحي لسنين طويله وما يكون عرضي، ممكن أيوة. يكون عندي قرحه هضميه ل10 سنين مثلا وما يكون عرضيه. على تغيير النظام الغذائي ومن فتره كترت من الحاد ومن التوابل المخللات، هالشيء بيخرج القرحه، ممكن تظهر اعراض القرحه فجأة. أيوة. ممكن كتير. تكون صامته لفتره طويله يعني، ممكن يعني ممكن وممكن تتظاهر باختلاطات. يعني ما يكون في اعراض قرحه فجاه يصير عندنا انسقاب بالمعده. في قرحه مو معروف يعني مسبقا، او يجي بنزف، انسداد مخرج معدي، او القرحه تنزف يعني. تمام. عند مريض مسبقا ما نعرف انه عنده قرحه. ممكن. الادويه اللي مثلا الادويه المميعه دكتور، هاي شو لها دور بموضوع القرحه؟ طبعا هلا اكثر الادويه المتهمه هي مضادات الالتهاب اللاستيرويديه انسيدز، ومنها المميعات. الاسبرين يعتبر مضاد التهاب يعني. لاستيرويدي تماما. كمان بيلعب دور كبير. تمام. وفي ادويه تانية كمان مثل ما ذكرنا، حتى الكورتيزون بيلعب دور مساعد لهالشيء. يعني بشكل عام لازم واحد ما ياخذ ادويه بشكل عشوائي الا بوصف الطبيب، يعني خاصه هالادويه المسكنات. تماما. حكيت عن موضوع وصف الطبيب دكتور، كيف بيتم عندكم تشخيص انه هاي القرحه العفيجيه صايره معك انت، القرحه المعديه، القرحه الهضميه الفلانيه بجهاز الهضم الفلاني بالنقطه الفلانيه؟ الوسائل التشخيصيه عندكم سواء كانت بالقصه السريريه، الاجراءات الثانيه اللي عندكم المتطوره مثلا؟ هلا بدايه مثل ما ذكرت القصه السريريه اهم شيء عندنا. نتوجه مثل ما ذكرت لك، الم شرسوفي عنده حاد مثلا، او نوبات من الالم الشرسوفي، يعني هجمات قرحيه بنسميها، او اعراض عسر هضم بس على الحل يعني. نتوجه انه في ممكن يكون في قرحه هضميه، ونطلب تنظير، وبالتنظير بنشوف القرحه. طبعا ناخذ منها خزعات. قرحات المعده حصرا اذا القرحه وحيده لازم ناخذ منها خزعات. موضوع الخزعه ليش دكتور؟ لانه في نسبه 3 ل 4% من القرحات المعده ممكن تكون ورميه اذا قرحه وحيده. تمام. اما اذا قرحات متعدده وصغيره من المنظر يبين معنا، صح. ممكن من الانسيدز خاصه تكون دوائيه ما ناخذ خزعات. تماما. فقط ناخذ خزعات مشان ننفي جرثومه المعده، لانه هي السبب الاساسي. خوفا من اورام يعني. خوفا من اورام. تماما. هذا اجراء يعني دائما بجميع الاطباء اللي عم نحكي موضوع اخذ الخزعه ما بيخوف، لا تخافوا انه والله كل طبيب طلب خزعه من الكتله الفلانيه او الورم الفلاني او الجسم الفلاني فمو بالضروره يكون متوجه او بتخافوا من موضوع السرطان. طبعاً. او هذا هو اجراء روتيني لازم ينعمل. اذا انعمل التنظير وما نعمل الخزعه فهو بيكون تشخيص ناقص او علاج ناقص. تماما. خزعات المعده ما لها تاثير ابدا، ما لها تاثير سلبي، خاصه اللي ما عنده مثلا مشكله بميوعه الدم، ما عنده اي اشكاليات، فما بنخاف ابدا منها. بالعكس اجراء روتيني، اي قرحه لازم ناخذ منها بشكل روتيني حتى لو مو مشبوهه. وبعدها بتاخذوا هالعينه هاي للتحليل. ممكن ناخذ بس مشان ننفي انه في جرثومه معده، ممكن ما يبين قرحه نظاميه، يكون في التهاب معده مزمن بجرثومه المعده، هو ارضيه القرحه الاساسيه. دكتور، مرات الاطباء في من الاطباء انه مثلا بيشخصوا الموضوع الاجراءات يعني التحاليل الدم ايضا بيوجهكم لمرض معين مثلا مثل جرثومه الهيدروباكتر مثلا. تماما. لو تحكي عنا انه في غير الاجراء التنظير مثلا كتوجه للمرض. هلا هالشيء بصراحه تخصصي، بس بدنا نفيد المشاهدين. يا ريت. هلا اذا اجى عندنا مريض مثلا اعراضه بس عسره هضم، يعني بيشكي والله عندي وجع براس معدتي، عندي تقل بعد ما اكل بيصير هون تقل، عم اشبع بسرعه، بنشوف اذا في رايات حمر للتنظير. اذا في رايات حمر بنطلب تنظير معدي. صح. اذا ما في رايات ممكن نكتفي بتحليل الهيليكوباكتر على البراز مستضد او على يورياز النفس. عندنا المتوفر هو على البراز يعني افضل شيء. فاذا في رايات حمر مثل نقص الوزن، مثل المريض عم يستفرغ دم، ناقص وزنه اكثر من 5% خلال اخر 6 شهور، في لون يرقاني مثلا، نازل عنده الحديد بالتحاليل، نطلب تحاليل كمان كرمال ننفي ايضا. اذا في فقر دم شديد. تماما. يعني هو كمان اجراء مكمل للتشخيص، يعني حتى المريض يتشخص بشكل جيد. بشكل جيد. تماما. تشخيصه بالتنظير. اكيد. حابب اذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم هلا عم تسمعوا
برنامج صحتك بالدنيا عبر الموجة 103.5، أيضا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. طبعا نقول لكم رمضان كريم، هاي فتنا بالعشر الأواخر، على أمل تكونوا بخير وسلامة دائما. أي حدا حابب ينضم لنا يأغني لقائنا، فيكم تسألوا أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص مجال الهضمية. طبعا نحن بخدمتكم، والطبيب موجود دكتور أحمد عيسى ضيفنا بالاستديو، اختصاصي أمراض داخلية وهضمية. عم نحكي اليوم عن القرحة الهضمية، القرحة المعدية إذا جاز التعبير. طبعا دكتور، العوامل الخطورة من شوي يعني أنه ممكن المريض إذا أهمل حاله، طبيب ما شخص موضوع انثقاب المعدة، وهذا اللي كنت بدي أسأله، أنه ليش بيصير معه انثقاب معدة؟ القرحة الهضمية على مدى سنوات ممكن لشو تؤدي؟ يعني انتان أو كتلة أو أي شيء مثلا. هلا اذا القرحه كانت مهمله، اذا في اعراض قرحيه مهمله، او اكثر شيء عند الكبار بالعمر، المسنين، مثبطي المناعه، السكريين، هدول ما يضل عندهم الشعور بالالم، يعني للاسف صح، السكريين عتبة الألم عندهم، عتبة الالم اي. ففي مشكله بعتبة الالم، فممكن فجاه يصير عندنا انسقاب حتى بدون ما قبل يكون عنده اعراض قرحيه. صح. تمام، انسقاب لانه القرحه بتتغلغل بالطبقات الدنيا يعني. نعم. المخاطيه تحت المخاطيه تصل للمصليه، لما القرحه تصل لطبقه المصليه يصير عندنا انسقاب، فتتظاهر باعراض حاده. صح. غالبا انسقاب ممكن بدون اعراض حتى للاسف يعني. صح. تكون اعراضها مقنعه، يجي بألم شرسوفي شديد، بعدين بيتعمم الالم ضمن البطن كله، يصير الم بطني شديد، وممكن يعطينا بطن جراحي يعني ممكن. بطن خشبي، بطن خشبي، وبعدين تتدهور العلامات الحيويه في حال ما داخلنا، يصير التهاب ريتوان. احيانا بعض المرضى بيجيك مثلا اغلبيتهم اللي بياخذوا مميعات نزف هضمي علوي مفاجئ، فجأة المريض ما فيه شيء، هو مريض مقعد وبالبيت، فبلاقي فجأة نزف كمية كبيرة من الدم، نزف علوي. هذا كمان يعني عفوا الإقياء يعني مثلا هذا كمان لو نحكي عنه شوي دكتور. هلا مرضى المقعدين او الختايريه من اول الكبار بالعمر، من الاسترقاء ممكن يصير عندهم قرحات شده، نسميها من الشده، يعني حاله شده، اي التهابات او امراض مزمنه او اورام ممكن يصير عندهم حاله شده. وممكن طبعا هالشده بتؤدي لانخفاض في شيء اسمه بروستاغلاندين، هو الحامي للمعده، ماده تنفرز حامي للمعده، انخفاض مستواها ممكن يعمل عندنا كمان يساهم بالقرحه. ونفس المميعات كمان، المميعات بتزيد من خطر، سواء كانت اسبرين او حتى اذا شاركناها مع الكلوبيد، كمان كلوبيد مضاد تماما. وكمان مو بس هي، كمان مضادات العامل العاشر كمان، ريفاروكسابان، ابيكسابان، وارفرين كمان اللي عنده صمامات صنعيه وعم ياخذ مميع كلها. وحتى إذا أخذ كورتيزون على الحل ممكن ما يأثر كتير، إذا أخذ كورتيزون معاها كمشاركة ممكن يزيد من خطر النزف يعني. طب دكتور، بعد هالأمور هاي كلها والتشاخيص والتحاليل والإجراءات، العلاج كيف بيكون لمريض القرحة المعدية؟ هلا بشكل عام علاج القرحة المعدية نحن ناخذ منه خزعات، تمام، ومنعيد التنظير. إذا قرحة وحيدة بنعيدها كرمال نتأكد إنه شفيت عنا القرحة. نعم. قرحة المعدة. أما قرحة العفج فإذا شكله مو مشبوه يبين عنا بالشكل كمان في مواصفات خاصة يعني. إذا الشكل مو مشبوه فمو مشكلة، ممكن نتغاضى عن التنظير يعني، عن إعادة التنظير. بس قرحة المعدية الوحيدة بدي أخذ خزعات نتأكد إنه مو ورمية، ونعيد التنظير بعد استكمال العلاج. طبعا العلاج هو أساسيا بشكل أساسي دوائي. علاج دوائي، نحن عم نركز على مثبطات مضخة البروتون يعني الأومبيرازول، إيزومبيرازول. نعم. ونعالج السبب المؤدي، يعني مثلا جرثومة معدة بغالب الحالات ناخذ علاج ثلاثي، علاج رباعي، ناخذ كورس علاجي لجرثومة المعدة. والأسباب المسببة طبعا بعد عنها، يعني إذا السبب دوائي نوقف الدواء تماما أكيد. وفي نظام غذائي أو نصائح نعطيهم أكيد هاي بتبعد مثلا عن أغذية معينة، هاي إرشادات الطبيب. أكيد. طبعا هاي وصلنا لمحورنا الأخير دكتور، اللي هو توصيات ووقائية. طبعا قبل ما ننتقل للمحور هذا، لا نصائح للصائمين أو للمرضى السكري، لا اللي عنده هلا حابين نحكي عن محورنا مشاكل الهضمية والصيام. تماما. هلا بشكل عام نحن موضوع الهضمية والصيام بما هو بيتعلق بحلقتنا اليوم القرحة العفجية. نعم. جانبا نحكي عن القرحة العفجية مشابهة للقرحة المعدية، اختلاف الأعراض مثل ما ذكرنا إنه على الجوع بتتحرض، فمشان هيك ممكن الصيام تتحرض هجمة الألم القرحي العفجي. نعم. أكثر شيء يعني نصائح أكثر شيء. هلا أول شيء بداية الإفطار، مشان موضوع عسرة الهضم كمان إنه متعلقين ببعض الموضوع. صح. الأكلات الحلوة والمالحة ما بصير ناخذهم مع بعض، ما بصير مثلا ناكل دغري نشرب مي يدخل ضمن وجبات الأكل. مفروض أول شيء نبلش بشغلة ساخنة مثلا شوربات كذا، ما يصير دغري ناخذ أكلات يعني بشكل نعبي المعدة يعني دفعة واحدة. مفروض الأكل يكون وجبات صغيرة ومتعدة، مثلا على الإفطار ناخذ وجبة صغيرة ونريح حالنا.
بعد ساعتين ممكن ناخذ وجبه، ممكن قبل السحور على السحور، يعني وجبات متعدده وما نشبع حالنا اكثر شيء. والابتعاد عن الحد والتوابل. اللي ما عنده قرحه ممكن ياخذها يعني ما بتاثر، اما اللي عنده داء قرحي فبتخرش المخللات، المعلبات، نعم. الأطعمة اللي فيها مواد حافظه يعني بشكل عام بتخرش يعني الأطعمة الحادة مثلا، الحدة يعني التوابل. ناهيك انه عن هدول عم يعني يزيدوا عطش الواحد لتاني يوم يعني. أكيد تمام. أكيد الإكثار من السوائل، يعني السوائل المفيدة يعني. واللحوم والبروتينات الحيوانية دكتور شو وضعنا دول؟ ما لا أي تأثير يعني إذا ما كترنا منها دهون خفف منها بصراحة. أما اللحوم الحمراء، الدجاج، السمك بالعكس يعني الألياف نكتر من الألياف كتير ضرورية. حلو. الخس، كل ما هو أخضر يعني. حلو. الخس، الألياف. تماما. بنهاية اللقاء هذا إذا دكتور أحمد عيسى طبعا مشكور على هالحضور يعني الجميل والمعلومات القيمة. إذا ضل شيء حابب أنه تقوله أو تعقب عليه على موضوعنا، رح نشكرك طبعا على الاستضافة الحلوة والمعلومات الجميلة. يا أهلا وسهلا فيكم. تعقيبا أنه موضوع القرحة مو هو الموضوع المخيف مشان نذكر، وما فيه هالخوف. وتشخيص القرحة الأساسي بالتنظير، تمام، وهو أعراض عسرة الهضم متشابكين طبعا. مريض داء القرحي أكيد بعد ما طورت عنا علاجات الدوائية، أعراض اللي خبرناها الاختلاطات مثل النزف والانسقاب والإنسداد، مشان العالم ما تخاف كتير، قلت كتير هالشغلات يعني تماما بعد التطور العلاجات الدوائية. مريض داء القرحي يعني مو هالمرض الصعب صراحة يعني. تمام. متابعة دوائية مع الطبيب، وأي طارئ يخبرونا. ومش بالنسبة للحمية الغذائية كل شيء ممكن يعني. تمام. مو إنه الحد ما حد يعني. أكيد. قد يكون مزعج شوي، ولكن إنه هو كل مريض بالنهاية حميته، موضوع تشنج الكولون، موضوع القرحة، كل مريض حميته خاصة فيه، بده هو يذكرنا شو عم ينزعج بشكل عام يعني. شكرا لك دكتور أحمد عيسى. شكرا على الاستضافة أستاذ. شكرا لحسن استماعكم مستمعينا ومتابعينا. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.